خليني اقولك حاجة محدش بيقولها صريحة. العالم مش داخل على ازمة، العالم داخل على اعادة توزيع قوة. تاني، العالم داخل على اعادة توزيع قوة. اللي فاكر ان اللعبة لسه دهب ودولار يبقى متأخر شوية، مش غبي بس متأخر. في 3 حاجات بيتحركوا مع بعض: الفضة، الذهب، الدولار. والتلاتة بيتشدوا من طرف واحد، مش امريكا. القوى الجديدة، الصين مش بتتكلم، البريكس مش بيعلن، وامريكا بتصرخ بس بصوت هادي. الفضة مش معدن فقير، الفضة معدن خطير، بس خطره مش في سعره، خطره في دوره. الدنيا مقلوبة، وخليك معايا عشان اللي جاي مش شرح، ده كشف حساب. الفضة والذهب قيمة ولا قوة؟ الذهب يا جماعة معدن ادخار، لكن الفضة معدن تشغيل. الذهب تخزين قيمة، الفضة تشغيل مصانع، تكنولوجي، طاقة. الذهب ينفع تحطه في خزنة، الفضة لازم يتحط في مصنع. ليه أمريكا تاريخيا فضلت الذهب؟ لأن الذهب يحمل عملة، إنما الفضة تخلق بدائل، وأمريكا ما بتحبش البدائل، أمريكا بتحب السيطرة. الدولار في النص وبيخسر بهدوء، الدولار مش بيقع، الدولار بيتفكك. طباعة بلا حدود، ديون، ثقة بتتاكل بالبطيء. الدولار كان قوي مش لأنه أحسن، لكن لأنه لوحده. لكن لما تظهر بدائل، عملات محلية، تبادل بدون دولار، ذهب فضة في الخلفية، الدولار ما يخوفش لما يضعف، يخوف لما يلاقي طريقة يعيشوا من غيره. الصين ليه بتشتري فضة ومش بتتكلم؟ الصين فهمت بدري ان اللي يكسب الحرب مش اللي يملك العملة، اللي يملك المادة الخام. الطاقة الشمسية، العربيات الكهربائية، الإلكترونيات، الجيش، كل له طاقة شمسية في فضة، يعني كل توسع أخضر هو توسع فضي. الصين مش عايزة الفضة تغلى، الصين عايزة الفضة تفضل متاحة لحد ما تقفل اللعبة. جيم اوفر. البريكس، اللعبة اللي أمريكا براها. البريكس مش ضد أمريكا، البريكس من غير أمريكا. ذهب أمان، فضة صناعة، عملات محلية، تحرر. أخطر حاجة على الإمبراطور مش الهجوم، لكن إنك تمشي من غيره. ليه سعر الفضة لسه قليل؟ خلينا أقولها صريحة، سعر الفضة مش طبيعي. سوق عقود، تلاعب، كبح سعر. الفضة متساب إنها تفضل رخيصة عشان اللي محتاجها ما يدفعش تمن غالي. اللي بيتحكم في السعر مش اللي بيشتري، اللي محتاج يكمل شراء. المواطن العادي يعمل ايه؟ انا مش بقولك اشتري فضة ولا ذهب ولا نعمل حاجة، انا بقولك ما تستهونش بمعدن العالم كله محتاجه. افهم وراقب، وما تجريش ورا الترند. الذهب يحفظ قمة، الدولار يفرض نفوذ، لكن الفضة بتخلق مستقبل. والعالم الجديد مش بيحب الضجيج، بيحب التخطيط. الفضة مش ضربة سريعة، الفضة لعبة صبر، واللي مش شايف هيصحى بس بعد ما الحساب يتقفل والدنيا مقلوبة واللي جاي أجرأ. كانت معكم الشيماء توفيق، باي باي.